من غير ما تنور لك طريق. المشكلة إن معظمنا عايش في النوع التاني، جلد الذات، مش مراجعة ذات. نقعد نعيد ونعيد نفس الجملة: ليه عملت كده؟ لو ما كنتش، يمكن كان زماني. وننسى نسأل السؤال الأهم: طب ودلوقتي أقدر أعمل إيه؟ الحياة مش بترجع لورا. أنت عمرك ما هتقدر تمسح الماضي، لكن تقدر تبني من دلوقتي. كل مرة تعاتب نفسك زيادة عن اللزوم، افتكر: العتاب لو ملوش خطوة بعدها يبقى مش حب لنفسك، ده كره ليها. المسامحة مش معناها إنك بتبرر غلطك، لأ. المسامحة معناها إنك بتدي لنفسك فرصة تبدأ من جديد. خلينا نتكلم عملي. إزاي أحول الزعل اللي جوايا لخطوات تغيير بدل ما يفضل وجع يستهلكني؟ الخطوة الأولى: اعترف من غير ما تبالغ. قل لنفسك: أيوة أنا غلطت، أو أيوة أنا قصرت. لكن ما تضيفش عليها أحكام قاسية زي أنا فاشل، أنا إنسان وحش. في فرق بين الغلط وبين هويتك كشخص.